ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. في الحلقات اللي فاتت عرفنا ان جابر بينتحل الشخصيات وعايش بكذا اسم علشان ينصب على الناس، ومش بس كده، ده كمان بيقتل الستات اللي بتضايقه زي عبلة مراته وعشيقته اللي بتكون مرات مديره واخرهم عمته. ووقفنا عند الرسالة اللي وصلته من شخص مجهول بيقوله انه عارف عنه كل حاجة، ولما جابر بيفهم منه هو مين وعارف ايه وعاوز ايه بيرد بانه عاوز 400,000 جنيه، ولو منفذش هيبلغ البوليس وبيديله مهلة ساعتين والا هيقول كل حاجة للحاج سيد. وبعد ما جابر بيركب العربية بتتصل بيه فادية وبتسأله عن فلوسها، فبيقول لها لسه ميعاد قبضك مجاش، وبيقفل السكة في وشها وبيدخل شقة من بتوعه وبيفتح الخزنة وبياخد منها فلوس، وفي الوقت ده بيبعت له الرقم اللي بيهدده وبيقول له انه هيعرفه المكان اللي يسيب له فيه الفلوس وما يقعدش مستني في المكان والا هيبلغ عنه. فبيرد جابر انه مش هيديله حاجة الا لما يعرف مين هو، فبيقول له لو ما اديتنيش الفلوس يا نصاب هروح وابلغ عنك. وبعدها بنشوف الضابط حازم وهو راح استوديو تصوير كان زينة وصاحبتها بيروحوا يعملوا فيه لقاءات، ولما الضابط سأله عن زينة وهالة انكر، لكن بعد ضغط من الضابط قال له انه كان مرتبط بهالة وسابها لما صممت تسافر دبي وتمثل في مسلسل هناك، واللي كان جايب لهم الشغل ده منتج لبناني. وبيقول له انه هالة كتبت الكلام ده في جروب على الفيسبوك، وحازم شاف ان حساب زينة اتمسح من الفيس وبياخد رقم المنتج اللي سافروا معاه. بعدها بنرجع بالزمن لسنة 1990 وبنشوف أبو جابر وأمه وهما بيتخانقوا، وأمه بتفضل تضرب في أبوه على راسه لحد ما مات، وجابر كان واقف على الباب وشايف كل حاجة لكنه مش بيتكلم. وبنرجع لجابر اللي بيحكي الكلام ده لزينة، وبعد ما جابر بيحكي لها بتسأله إذا كان في حد سأل عن أبوه وعرف اللي حصل، فبيقول لها مفيش حد سأل عليه. وبعدها بيحكي لها عن الشخص اللي بيهدده وبيقول لها إن ده واحد شغال في المصنع، وبيقول لها لو اتكشف هيسيب كل حاجة. وبتقوله زينة انها خايفة عليه، فبيعرفها انه اللي بيهدد مش بيبلغ البوليس. وبعدها بتوصله رسالة من الرقم انه يجهز له الفلوس والا هيقدم فيه البلاغ. وبنرجع تاني بالزمن لفبراير 1913 وبنشوف أبو يوسف وهو بيتصل بجابر وبيسأله عن ابنه يوسف اللي بيكون صاحب جابر أصلا. فجابر بيقوله إنه ما يعرفش عنه حاجة، والراجل بيقوله إنه ابنه بعتله رسالة قاله إنه هيمشي من البلد وبعدها قفل تليفونه، وبيقوله لو عرفت عنه حاجة قولي على طول. وفي الوقت الحاضر جابر بيروح للمصنع وبيفضل يبص على كل اللي شغالين هناك وهو شاكك فيهم، ولما بيدخل المكتب بتتبعت له صورة من جوه المصنع وبيتأكد ان اللي بيهدده من المصنع، وبيبعت له رسالة بيقول له يديله مهلة لآخر اليوم وهيجهز له الفلوس. وبنروح لآدم اللي راكب مع أبوه العربية، وأبوه بيكون متضايق منه لأنه مسكوه بيشرب سجاير، وبيروحوا البيت وبيقول له أبوه إن هو ابن رئيس مباحث ولازم يراعي مركز أبوه. فابنه بيزعق وبيقول له أنت كل اللي همك شكلك ومركزك ومش مهم أنا، وأنت السبب في موت أمي أصلا لأنك رفضت تخلي العسكري يوصلني للنادي وهي اللي ساقت العربية وماتت في الحادثة. فبيقول له ما انت لو ما كنتش زنان وطلباتك كتير ما كانتش امك ماتت، وبيطلب منه يدخل اوضته. وبعدها بيعمل بحث على رقم المنتج السوري اللي خده، فبيلاقيه كومبارس اسمه عادل وبيتصل بمعتز وبيطلب منه يقبض على عادل. وبالليل جابر بيروح للمكان اللي هيسيب فيه الفلوس وبيقول له سيب الفلوس في العربية المحروقة اللي جنب المترو، وبتروح رحاب اللي شغالة في المصنع علشان تاخد الفلوس. وساعتها جابر بيروح يمسكها وبتترجاه يسيبها تمشي، لكن بتترجى في مين؟ وبعدها بنشوفه وهو واقف في المطبخ بيجهز اكل ومكتف رحاب على كرسي في المطبخ، وهوب بينزل بالشاكوش على راسها لحد ما بيخلص عليها. وبعدين الضابط حازم بيحقق مع عادل المنتج وبيكون ممثل لسه مبتدئ، وبيقول له انه في واحد طلب منه يمثل دور منتج سوري وهو نفذه لانه كان محتاج للفلوس، واداله مبلغ وطلب بعدها انه يغير رقمه ويرمي الخط اللي معاه، ووافق لانه كان فاكر الموضوع تمثيل في تمثيل والشخص ده اصلا كان متخفي. فطبعا الضابط مش بيقتنع بكلامه وبيؤمر بحبسه. وبعدها فادية بيبان انها قلقان على فلوسها، ومنال بتقول لها تلاقيه خسرهم ونصب عليكي، وام جابر بتسمعهم وبتقول لهم مين ده اللي نصب عليكم، فبتتوه الكلام فادية. وبنرجع بالزمن لسبتمبر 2017 وبنشوف عبلة وهي بتتكلم مع أبوها في التليفون وبتشتكي له من جابر وعمايله، وبتخرج تتخانق معاه وبتهدده إنها هتسيب له البيت وهتاخد حقها منه. وبعدها بيتخانق معاها وبنشوفها محطوطة جوه التلاجة وهي متجمدة. وبنروح للضابط وهو مروح بيته وحماته بتطلب منه يعامل ابنه كويس لأن أمه ميتة ما كملتش سنة وابنه محتاجه جنبه وما ينفعش يمنعه من الخروج لأنه مش صغير. وبعدها بنشوف سلامة أبو عبلة وبيكون رايح لمحامي علشان يدور له على بنته، وبيرفع قضية لاختفاء بنته
وبيكون شاكك ان جابر هو اللي ورا اختفائها، والمحامي بيطلب انه يعمله توكيل علشان يقدم بلاغ في جابر، وقريب هيعرف مكان بنته بالظبط. وتاني يوم بيروح امين شرطة لبيت جابر وبيقول لهم انهم عاوزينه في الاسم، وفادية بتخاف على فلوسها اكتر. وبعد التحريات الضابط بيعرف ان الرقم اللي كلم المهندس عادل متسجل باسم يوسف، وده صاحب جابر اللي اختفى في نفس اليوم اللي رجع فيه من السفر. وحازم بيروح لابو يوسف اللي بيقوله انه ابنه اختفى يوم رجوعه من السفر، وكان قايل لابوه انه مسافر بره مصر ومش هيرجع تاني. وحازم بيقوله انه ابنه ما سابش البلد اصلا لان الخط بتاعه كان شغال لفتره قريبه. وبنروح لهانم اللي بتتصل بابنها وبتقوله ان في امين شرطه جالك وعاوزينك في الاسم، وبتاخد فاديه منها التليفون وبتفضل تزن على جابر انه يرجع لها فلوسها. فبيقول لها انه هيتصل بيها علشان يقول لها على المكان اللي هيقابلها فيه وتاخد فلوسها. والظابط بيوري عادل صورة يوسف وبيقول له هو ده اللي اتفق معاك تمثل الدور على زينة وهالة؟ فبيقول له لا مش هو. وفي الليل فادية بتروح للمخزن زي ما جابر قال لها، وبيبص بره مش بيلاقي حد وبيقفل الباب وبيهاجمها. ونادية بتدافع عن نفسها وبتضربه بإزازة على راسه، لكنه بيشل حركتها وبيهجم عليها بدون رحمة وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيموتها. وبعدها الباب بيخبط والسواق بيسأله فين فادية. وبعدها بنشوف جابر وهو بيحفر في الأرض وبيدفن فادية والسواق في الحفرة وبيردم عليهم، وبيرجع البيت يعمل صينية مكرونة كده مترتبة أحسن من حياته. وبعد كده بنرجع بالزمن لمارس 1990 وبنشوف جابر وهو طفل وبياخد من عربية الكبدة بتاعت أمه سندوتشين، فبتضربه وبترميه جوه قفص حديد، وبعد كده بتقفل عليه القفص. وبنرجع لجابر اللي بيتكلم مع عم صابر وبيواسيه علشان اختفاء بنته. فعم صابر بياخد رأيه يروح يبلغ في الاسم عن اختفائها، وجابر الطيب الحنين بيقوله لا بلاش لأننا منعرفش هي هربت مع حد ولا لا، ولو الناس عرفت هتتفضح. وعم صابر الغلبان بيقتنع بكلامه. وبعدها الشرطة بتلاقي جثة هالة، وجابر بيعرف الخبر وبيحكي لزينة على اللي حصل وبيقول لها انه مش هيتخلى عنها مهما حصل، وبتبقى قلقانة. وبنرجع للوقت اللي حصلت فيه الحادثة في 2018 وبنشوف هالة وهي واقعة في الأرض وهي مع زينة في الفندق، وزينة بتكلم جابر وبتقوله ان هالة بطنها وجعتها وقعدت تتحرك كتير لحد ما اتخبطت في دماغها وماتت، وبيقول لها تهدى كده علشان لو اتصرفوا غلط ممكن يتهموها هي في قتلها. فبيقول لها تحطها في الشنطة وتمشي وهو هيقابلها، وبتنفذ كلامه زي ما قال لها. ولحسن حظها محدش بيشوفها وهي طالعة. وبنرجع لجابر وهو قاعد مع زينة وبيطمنها وبيقول لها ان كل حاجة هتبقى تمام. وبعدها بيسيبها وبيروح لسلمى اللي بتقعد تتخانق معاه وبتقوله انت بتيجي امتى وبتمشي امتى، وانها زهقت منه ومش عايزة تعيش معاه. فبيضحك عليها بكلمتين كده وبتهدى. وتاني يوم منال بتطلب من هانم انها تاخد اجازة علشان عندها فرح، فهانم بتقولها مش هينفع تمشي لحد ما فادية ترجع. وبتسألها طب هي ما قالتلكيش راحت فين؟ فبتقول لها والله ما اعرفش، بس انا اخر مرة قالت لي انها هتقابل جابر علشان تاخد منه فلوس. وبعدها هانم بتكلم جابر ولما بيرد بتسأله اذا كان عارف مكان فادية، فبيقول لها ممكن تكون هربت مع جمال السواق لان في كلام كده انها ماشية معاه. هانم طبعا مش بتصدقه، بتقوله لا فادية غلبانة ومش بتاعت الحاجات دي، مستحيل تعمل كده. وبتقوله طب انت اديتها الفلوس؟ فمش بيرد عليها. وبعد كده سلمى بتصحى فبيعتذر لها انه صحاها وبيقول لها انه عنده شغل مهم في اسكندرية وهيخلصه ويرجع لها على طول. في الوقت ده بقى بيرن الباب فبيلاقي عسكري بيقوله انهم عاوزينه هو ومراته في القسم. وبعد كده حازم بيقول لمعتز ان هالة ماتت مسمومة. ولما جابر ومراته بيوصلوا بيلاقوا ابوها وامها موجودين، والضابط بيحقق مع سلمى وبيقول لها انهم لقيوا جثة هالة. فبتسأله عن اختها وهي خايفة، فبيقول لها ان اختها يا متهمة في القتل يا حياتها في خطر. وبيسألها اذا كانت زينة اختها مرتبطة بحد، فبتقول له انها اتخطبت لابن خالتها لكنهم انفصلوا، وبتكتب لهم العنوان والرقم بتاع ابن خالتها. وبعدها بيحققوا مع جابر اللي بيتكلم بكل برود وهدوء، وحازم مش بيستفاد منه حاجة. وبيشوف صورة آدم على المكتب وبيسأله ده ابنك؟ فبيقول له فبيقول له عنده كام سنة؟ قال له 14. فبيقول له السن ده صعب ولازم تتعامل معاه بحذر شوية. وبعدها بنشوف آدم مع أصحابه بيشربوا جوه العربية وأبوه بيكلمه علشان يطمن عليه، لكن آدم بيقول له إنه قاعد بيذاكر جوه البيت وهو فاكر إن هو أصلا حبسه يعني. وسلمى بتعتذر من جابر إنها مبهدلاه معاهم يعني في الأقسام وكده، فبيهديها وبيقول لها وانا دوري ايه في الحياة يا حبيبتي يعني غير ان انا اكون جنبك. طبعا يعني احنا عارفين اصيل الله يا جابر. بعدها بقى بنروح لمنال
نهال اللي بتشتكي لأبوها وهو في القهوة إن هنا مش راضية تديها أجازات، واحنا عارفين بقى إن زعله وحش. وبعدها بنشوف المحامي اللي ماسك قضية عبلة وبيحكي لأستاذه عن اختفاء فادية وقبلها يوسف وعبلة، والمحامي بيقوله إنه العامل المشترك بينهم هو جابر، يعني أكيد هو ليه إيد في اختفائهم، وبيطلب منه يكملوا بحث ويجيب معلومات أكتر. وأثناء ما جابر بيجهز الأكل بيعرف أخبار إن الحاج سيد أغمى عليه وهو في جلسة المحاكمة، فبياخد محامي وبيروح له علشان يواسيه يعني. وسيد بيقوله إنه ما بقاش عاوز حاجة من الدنيا، وبيشكر جابر لأنه وقف جنبه ومسك له المصنع يعني من غير مقابل. وطبعا معرفش ان جابر باع المصنع لنفسه بالتوكيل اللي هو عملهوله، وسيد بيقوله انه ملوش ورثة غير اخته واولادهم، وزعلها كتير، عشان كده عاوز يكتب لهم المصنع وكل املاكه ويعمل حاجة كويسة قبل ما يموت. وقتها جابر وشه بيجيب 100 لون وبيتغير وبيبدأ يقلق. وبعد كده زينة بتكلم في امها وبتطمن عليها وبتعرفها اللي حصل لصاحبتها، وبتقول لها ازاي بتقولي لي انك مع هالة وهي مقتولة هنا؟ فزينة بتقول لها اصل يا امي هالة هربت مع واحد كانت بتحبه وكانت موصياني اقول كده، دي اعراض ناس برضه. فجابر جنبها بيكون سامع كل حاجة وهو اصلا اللي مخطط للمكالمة دي. وبعدين حازم بتجيله معلومة بإني اختفت بنت تانية، وبيطلب من معتز يجيب له التفاصيل وأبو البنت اللي اختفت. والحاجة هانم بتقوم علشان تجيب مية، ففجأة بتقع وبتفتكر لما قتلت جوزها وجابر كان شايفها لكنه ما اتكلمش. وبيخلص الحلقتين هنا. فلو عجبك الملخص ممكن تعمل اشتراك ولايك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك الملخص الجديد. وطبعا لو مش عجبك فممكن تعمل نفسك مشوفتش يعني. يلا اشوفك الفيديو الجاي، سلام.